إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل، فلقد عانوا وعذبوا من أجل الإسلام، وتحملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتحمله أحد، لذلك هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل. ولقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحبهم ولا نسبهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ولقد فضل الله تعالى بعض الصحابة على بعض، فجعل لبعضهم كرامات وفضائل ومنزلة تميز بها البعض عن الآخر. وممن فضل من الصحابة على غيره الصحابي الجليل سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، فلقد اهتز عرش الرحمن عند موته. فما هو السبب؟ إن الأسباب كثيرة تتمثل في المواقف التي قام بها لنصرة دين الله تعالى. فلقد أسلم سعد بن معاذ على يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه. جاهد سيدنا سعد في سبيل الله 3 غزوات ثم استشهد، شهد بدرا وأحدا والخندق، وفي الخندق وافته الشهادة. وفي غزوة الخندق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر وخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وإنا لقوم صبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك، فسالم من شئت وحارب من شئت، وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بكلام سعد، وأنار وجهه كأنه فلقة قمر، وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهد في سبيل الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ وهو ابن 7 أو 38 سنة، سنوات قصيرة حافلة بالخيرات والبطولات. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال الإمام الذهبي: عرش الرحمن هو خلق من خلق الله تعالى، يهتز لمن يشاء الله أن يهتز له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو خلق من خلق الله جماد.